خطاب حماسي، خطاب تاريخي، عرف الإصلاحات الكبرى للبلاد. نحن معك يا جلالة الملك. بعد الخطاب الملكي السامي لقد دخلت المملكة المغربية إلى لائحة الدول الديمقراطية على الصعيد الدولي، واليوم كشباب مغربي نحتفل جميعا بدستورنا الجديد من طنجة إلى القويرة. احنا كشباب مغاربه فرحانين بزاف بالخطاب ديال صاحب الجلاله، وكنتمنوه ونعم للدستور، وعاش محمد السادس. نحن فرحانين بهذا الخطاب ديال سيدنا. عاش الملك، كنأيدوه في الدستور. نعم للدستور، نعم لترسيم اللغه الامازيغيه الى جانب اللغه العربيه، نعم لترسيم اللغه الامازيغيه. المملكه المغربيه راه غادي يكون عندها واحد ان شاء الله واحد القفزه نوعيه بالنسبه لهذا الدستور اللي كيهم المغاربه جميعا، والله ينصر سيدنا. احنا نشكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله على الدستور الجديد، ونحن نحييه على هذه المبادره الكبيره التي ابدى بها، ونحن يعيش الملك وتعيش المغرب ويعيش الاسلام، والله اكبر. مجلس الحكومة صلاحيات تنفيذية واسعة. كان مجلس النواب بتفويض الكلمة الفصل بالمسابقة على مشروع 6 شهور. الحمد لله هذه لحظه تاريخيه اللي كان عليها سيدنا الله ينصر في الخطاب الملكي ديالو اليوم، ولحظه تاريخيه، والعالم كيشهد بان المغرب غادي للامام ان شاء الله، وحنا وراء سيدنا الله ينصر وجود المجندون، واللي قالها سيدنا الحمد لله حنا معاه فيها، هو اللي كيعرف المصلحه ديال البلاد، حامي حمى الوطن والدين من طنجه حتى للقوير. وهذه مناسبه كنبغيو نعبروا عليها على الحب ديالنا لجلاله الملك محمد السادس، وكنقولوا ليه حنا جنود مجندون وراء العرش، وحنا كنبغيو هذه البلاد، وحنا غاديين دقه دقه باش نبنيو مغرب جديد. كنحييو صاحب الجلاله على الخطاب السامي ديالو، وحنا كنقولوا ليه حنا راه معاك الامام سيدنا، وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك.